السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم هالة حافظ أدمن جروب ماجيك هاند كرافت للأشغال اليدوية على الفيسبوك. وحشتوني جدا جدا جدا. اللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش أبدا يشترك في القناة ويفعل الجرس بعلامة أولى عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة، ويتابع معانا لايف يوم السبت ويوم الثلاث الساعة 11 صباحا، هيستفاد جدا بإذن الله. واللي مشترك في القناة ما ينساش اللايك وما ينساش كومنت حلو تحت الفيديو. النهاردة معادنا مع فيديو جميل جدا لغرزة تحفة اسمها غرزة البريوش. الغرزة دي ايوه انتي سمعتي صح، غرزة البريوش. الغرزة دي غرزة في الاصل غرزة تريكو، ولكن الفنانات الكروشيه ما شاء الله حولوها لكروشيه حلوة قوي. عندنا ليها اكتر من طريقة. النهاردة هناخد الطريقة الاولى بخيط واحد بلون واحد بشكل عرضي مش بشكل طولي، وهناخد الطرق التانية بعد كده عشان ما نتلخبطش. فنبتدي على طول. النهارده هنستخدم خيط اليز برجيان كلاسيك العادي خالص، وهنستخدم معاه ابره رقم 5 من ابر التيوليب، وهنشوف هنبتدي نعمل ايه. بصوا حبايبي، الغرزه دي مش محتاجه عدد معين من الغرز. هقرب لكم الكاميرا شويه صغيرين كده، وهنبتدي على طول. احنا هنعمل عدد غرز، اي عدد غرز تبتدي فيه. هنبتدي بالاول كده بالراحه بغرزه البدايه، وهقفل عليها واريح كده اللوب بتاعتي، وابتدي اخد سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. الغرزة ال 15 دي هعتبرها غرزة ارتفاع، ماليش دعوة بيها خالص. تمام. هبتدي من الغرزة التانية. هبتدي ايه؟ هبتدي بغرز، يا اما تبتدي تأسسي بغرز حشو، يا اما تبتدي بالغرزة على طول. انا هبتدي معاكم بغرزة حشو في البداية عشان انا عايزاكم ما تتلخبطوش. هبتدي في غرزة حشو. عايزة بقى الباك لوب، فرونت لوب، باك لوب براحتك. انا هبتدي معاكم في الباك لوب. ايه هي الباك لوب؟ باك لوب او الاندر باك لوب اللي هي الغرزة اللي تحت. احنا عندنا الغرز بتاعتنا 3 متقسمة. الفي دي ادي الفرونت وادي الباك، ولما بقلب الشريط بتاعي كده بيديني الاندر باك لوب. خلاص، هي دي اللي هشتغل فيها. هشتغل غرز حشو عادية خالص عشان ما نتلخبطش. هشتغل 14 غرزة حشو. خلي بالي انا بأسس هنا، انا مش عايزة ايدك تبقى ماسكة خالص، ومش عايزاكي ما تعديش، لازم تعدي، يهمني جدا. ادي 4 ادي 5، لان ده يا جماعة اللي بيدي التقوس للشغل لما بننسى غرزة او بنسقط غرزة. تمام. هفضل اشتغل لغاية اخر السطر، ايدي تكون خفيفة. في يا جماعة غرز كتير بتفشل عشان بنستخدم يا اما ابر غلط او نكون شادين في الغرزة. نكمل كده. سامحوني عشان لسه طالعة من دور برد جامد. يلا بينا. ادي 12 13 14 غرزة. تمام. طيب، اول حاجة لازم اعمل غرزة الارتفاع، وقلنا ملناش دعوة بيها خالص. تعالوا بقى كده نعدل الغرز. فاكرين احنا اشتغلنا ايه في السطر اللي فات؟ كل مرة بقى هنشتغل في الغرزة، اول غرزة تقابلني، اول لوب ما قابلاني هي دي اللي هشتغل فيها على طول. بس هشتغل ازاي؟ هاخد لفة على الابرة واخش في الغرزة دي، واخد لفة واطلع. بقى معايا 3. مش هاخد لفة ولا حاجة، هاخد التالتة دي واطلع من الاتنين اللي قبلها مرة كمان. 1 على الابرة، اخش في الغرزة بتاعتي اللي قدامي، وهطلع 3، هاخد الاولى واروح طالعة كمان مرة. غرزة سهلة وجميلة جدا، ونتيجتها هتشوفوها دلوقتي بمنتهى الروعة. خلي بالنا اليز البرجيم
عيبه انه ساعات الغرز بتاعته او اللفه بتاعته الجدله بتفتل معانا. شايفين انا بعمل ايه؟ سهل قوي، مفيهوش اي حاجه. بدايه من السطر ده، هو سطر واحد هنفضل شغالينه طول الغرزه، مش هنغير فيه حاجه خالص. كل الحكايه ان انا باخد لفه على الابره، بنزل في الغرزه بتاعتي، اطلع معايا 3، اخد التالتة اطلع منها من الاتنين اللي قبلها. كمان مره 3، اخد ديت واطلع من الاتنين اللي قبلها. كمان مره. بالشكل ده. اخر غرزه اوعي تنسيها عشان ما تنقصليش عدد الادوار. بالشكل ده اول دور. ادي الوش وادي الظهر. هاخد غرزه ارتفاع وهرجع تاني هنا. ركزوا بقى عشان احنا من اول هنا ممكن نتلخبط. ركزوا بقى. ادي السلسله او الفي بتاعتي الرئيسيه اهي، شايفينها؟ ادي الفرونت لوب بتاعتها، سوري الباك لوب بتاعتها، وادي الفرونت لوب. انا هاخد اللي قدامها الغرزه دي، شايفينها؟ تاني الغرزه دي هعمل ايه؟ خدت غرزه الارتفاع بتاعتي وهبتدي نفس اللي انا عملته في السطر اللي فات، بس المهم ابقى عارفه ان انا نازله فين. اهو هاخد في اول غرزه هطلع 3 واطلع منها. غرزة جميلة جدا وسهلة جدا، مفيهاش أي حاجة، بس نتيجتها في الآخر أكتر من هايلة. تمام؟ أهو. منساش كل مرة لازم أعد عدد الغرز عشان ما تلخبطش خالص. هنشتغل مع بعض السطر ده وسطر كمان وهوريكم النتيجة تحفة، وهقول لكم هنعمل بيها إيه. احنا اتفقنا إن احنا هنقول كل الغرز وهنقول استخداماتها ايه، احسن استخدام ليها هو ايه، عشان ما نبقاش تايهين. انتوا ما تشوفوا شكلها النهائي هتعرفوا لوحدكم هي استخدامها ايه بكل سهوله. زي ما اتفقنا منساش الغرزه بتاعتي الاخيره، ما انساهاش ابدا. خلاص بالشكل ده اهو. بصوا بقى الظهر بتاعها بقى عامل ازاي. تعالوا نقلب تاني مره كمان. انا هعد منساش الغرزه بتاعتي الاساسيه الفي بتاعتي اهي، انا هاخد في الفرونت لوب القدامانيه. خلاص اهي. هاخد لفه على الابره، هطلع من الاتنين كمان مره، وهطلع من الاتنين كمان مره. بقى معايا 3، اخد التالتة واطلع من الاتنين اللي قبلها. غرزة سهلة جدا. تاني يا جماعة، اللي ايده ضيقة يجيب ابرة اوسع عن المعتاد، ولازم يبقى شغلك سايب. الغرزة دي مش عايزة شد خالص، هيبقى شكلها وحش قوي هي مشدودة، وهيبقى شكلها وحش وهي معاها خيط رفيع. هشتغل كام سطر وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني. بصوا شكل الغرزه وجمالها. بصوا انا يا دوبك بس اشتغلت كام سطر على نفس العدد اللي احنا شغالين عليه. بصوا وش وظهر. اولا غرزه سميكه مش قليله، بصوا سمكها جميل جدا. الغرزه دي شكلها 100% تريكو، جميله جدا وحلوه جدا. الناس بتحب التريكو بس ما بتعرفش تعمله. الغرزه دي بقى نقدر نعمل بيها ايه؟ نقدر نعمل بيها نمره 1 كوفيات، ونمره 1 كوفيات رجالي مش كوفيه حريمي، اقرب للكوفيه الرجالي.
ونقدر نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها ايس كاب، بس ايس كاب بعد التعديل. يعني ايه؟ يعني هنعمل تعديلات وتناقص فيها عشان يطلع لنا ايس كاب حلو. هنشتغلوا مع بعض ان شاء الله. هنعمل ايه كمان؟ هنعمل منها جوانتيات، تقدري تعملي منها بلوزات تحفه، مش هتفرقيها عن التريكو، او بلوفرات ما تقدريش تفرقيها عن التريكو. ان شاء الله تكون غرزه النهارده عجبتكم. هي سهله جدا جدا. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش الكومنت. غرزه البريوش رقم 1 بلون واحد وشكل عرضي. ان شاء الله هتتابعوا معايا المرات الجايه. هقول لكم غرزه البريوش بطريقتين كمان ان شاء الله يعجبوكم. اشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.